مساء الخير متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الموجز الاخباري الخاص. اليوم غنهضروا على واحد القضيه غريبه بزاف اللي صدمت الراي العام المغربي، وبالضبط مدينه تيمه، حيث تحولوا الشوارع ديالها لساحه بحال الافلام السينمائيه. من بعد ما واحد السيد لح الفلوس من السطح ديال الدار وخلق ضجه كبيره. واحد السيد اللي تبين انه عنده سوابق تسلل للسطح ديال واحد من العائله ديالو، وبدا كيدير رسم ديال الفلوس على الناس في الزنقه. هاد الفلوس اللي كانت بالملايين وخلات الدنيا تقلب، والناس ولاو كيجريو يجمعوها بحال شي فيل. من بعد ما السلطات توصلوا بالخبر داروا حصار امني باش يتحكموا في الوضع، وما دازت الا دقائق قليله واستطاعوا انهم يشدوا داك السيد وداوه للكوميساريه. ودابا هو تحت التحقيق باش يعرفوا علاش دار هذا الفعل الغريب، شنو وراء هذا الفعل. النيابه العامه فتحت التحقيق باش يتحققوا من الحاله العقليه ديال المتهم، ولكن باش يعرفوا حتى المصدر ديال هاد الفلوس اللي تلاحت في الزنقه. وهذا الشيء كيطرح بزاف ديال الاسئله: واش هاد الفلوس حلال ولا حرام؟ واش الناس اللي جمعوها غاديين يقدروا يحتفظوا بها؟ هاد الحادثه خلات صدى كبير عند الناس ديال ولاد تيمه، وكل واحد والراي ديالو. كاين اللي قال باللي هذا المشهد كان خيالي وما يقبلوش العقل. الاسئله باقا مطروحه على هذا الحدث الغامض، في انتظار شنو غيكشف عليه التحقيق الامني والقضائي. واش غترجع الفلوس مولاها؟ وحنا غنبقاو معكم في كل جديد في هذه القضيه اللي دارت ضجه كبيره. كانت هذه النشره ديالنا، وصلنا لنهايه العدد. دمتم في امان الله والى اللقاء.